القوارب نامت وانصاص قامت، اتفطرت كبارك يا بلد. يا ابو خلاص يا ابو خلاص بس يا يا خالو بنت ما عم. تخافش بقى يا خال يا ابو خلاص يا خال وقف اف يا يا خال وقف. اف يا انت عارف نهرد حنيتك ما تخربش بيتك. حن بيتك من غير ابو، ما تخربش حنقطع حنتش. يا ابو ما هو فاكرها يتيمه بس ما يوم. تخربش بيتنا يا ابو خلاص يا ابو تعالى عايز يا خال يا خال يا خال استنى عايز اقول لك على حاجه. يا دي في يا ايه في مالك؟ يا راجل شغال ترمح من الصبح يا ابويا ما اسلع ما ايه؟ ما اسلع. طب ليه ما قلت شد من الاول يا امال عايز يبندقني عشان ترتاح مني يا؟ مش عامل نفسك جنزين شغال ترمح من الصبح للهد. ما لسانك منبوش زي المنتول اللي خلفك، بس برضه مش هنعدي الموضوع انا. يا راجل ازاي يعني اكسر لها دراعها يعني؟ لهاش اهل لهاش والي. ده انا اخوها ست عين الشمس. ليش لازم الكلام ده تلقيه لو رحت لعاي بندقه؟ ها؟ عاي بندقه. لا ماليش دعوه انت، انا هخلص الموضوع. روح انت روح يا ولد الموضوع. انا مالي فيك يا راجل. برضه هخلص الموضوع. وين هو عايز نقابل؟ هخلص عليه وحنوريه انا مين. اهين رايقه معاك يا ابوي رايقه وامانه حاج سميره، نقول لك لو ما كفاكش دراع اكسر لها الثاني. بدك تلقى في عنقك. ها بس الامور بالراحه يعني، جاي نعرف ايه اللي حصل، ايه الموضوع بس مش يعني أكتر من كده. ما قالتلكش هي اللي حصل؟ لا ما انا جاي نسمع منك يا حاج يا سمير. تسمع مني ها؟ ريح بس ده او وريح. عندك بس بنريح ما نتريحش. طريق البارد. ها والله كلكم اشكال بارده مش هتشموا انتوا. صح حصل. حصل. ها ايه اللي حصل بس يا حاج سمير؟ لقيت إيه اختك؟ ها؟ ايوه. ليها حق معاي فرس ابوي. لا ها؟ لا تطير كي ورا اختي. ها؟ تقول لها توكل على الله من هنا من بيتها من بيت ابوها. اطير وراه اتحافظ على حق عيالها. ما حافظتش ليه على حق عيالها اللي معاك. ها؟ اللي رقد عليه لك 30 سنه. ها؟ رقد عليه لي 30 سنه. ها؟ لكن نايم لك على 3 قواريط على بيت فيه 3 قواريط و3 فدن. كيف الكلام ده يا حاج سمير؟ طب انت مالك ومال الكلام ده؟ طيب كيف ماله امال الكلام ده؟ امال هي مالها امال الكلام ده؟ ها ها؟ ما مش مرتك ام عيالك؟ ها قول لي دي نقره كمان. ايوه دي نقره وضحك. يا اخي احسن نفضي فيك خزنه يا اخي، احسن نفضي فيك خزنه. تخليك راجل زي الناس ما تبقاش راجل بارد. هي مالها ومال بتاع ابوي. لا مالها. ها؟ ما انا اقول لها تحافظ على بتاع عيالها. طب خلاص طالما كده هتحافظ على بتاع عيالها اديها حق عاد في الورثه. ها؟ اديها حقها في الورثه. طب انتوا مع بعضكم مالنا احنا ومال الموضوع ده يعني؟ ما هي جدعان. ها؟ هي جدعان. لا مش هي كده. هي ولا فراخ الجمعيه، فيش المواضيع دي عندنا احنا، مش هندوا حد احنا. طب انا لو جيتك قدام بيتكم دلوقتي انا وقلت لك انا عايز حق مرتي هتعمل معي ايه؟ هنديك طلقه في راسك وهنخلص عليك انت وعيالك. امال شامع يعني عند بتاعكم وعرين؟ ما دي نقره ودي نقره. ها؟ ما دي نقره ودي نقره. والله انا في الاخر هنعمل لك نقره هنا ومش هتطلع مني نهائي. هدي اعصابك يا حاج سمير، انا هنجيبها لك وان شاء الله تكسر رجليها 2. لا ما تجيبهاش خلاص، ده الموضوع انتهى خلاص. موضوع تجيبها دي ما تجيبهاش غير هي ماضي على الورث بتاعها. تجيبها بورثه. كيف تجيبها بورثه يعني؟ يعني لو ما جبتلكش بورثه هتخليها لي عندي في البيت؟ خليها عندك في البيت ما يزاش. طب ليه تعقد الامور يا سمير انت ما يا راجل؟ نعقدهاش. طب انا مالي ومال المواضيع دي؟ طب احنا 4 تنفار في البيت، لما كل واحد معاه مره تروح تقول لك طير ورا خوات عشان خاطر الورث، يبقى هملت عليك ده وخربت البلد عليك ده. ده كان ممكن بكره ولا بعد تنزل مع الدلال لما نقولوا نقسموا. يا ابوي حنريحوها الامور احنا. لا ما نريحوهاش. انا هنأدبها لك. لا ما تأدبهاش. هنأدبها لك ونقول لها غلط ما تطبخش انا. لا يكون مثلا العقد الاسود معاها بنت البارد. ما تغلطش عادي حاج سمير. بنت البارد. طب ماشي هنعديها لك عشان السلاح اللي انت شايله ده. يا ابوي هنجيبها لك كسر لها رجليها. لا ما كسرش رجلها ولا دي، انت ترجعها بورثه، مش عايز ترجعها بورثه خليها عندك. يا ابوي ما انا قلت لك انتوا مع بعضكم مالنا احنا ومال الليله دي يا ابوي. حقهم من هنا ولا اديك طلقتين يا راجل يا بارد، انت ابرد من اختك اصلا، كلكم مثلتين. واحده مالها اللي في الطرق ولا في الطحين، تقسم ليه في بتاع غيرها. مالها طيب ورا واحده من بيت ابوها. لا والله هملت ايه الهوايل دي، كل واحد خليه في كوزه.